السيدة اللي كتشوفوا في التصويرة قدامكم سميتها شيماء جمال، واللي كانت ضحية واحدة من أشهر القضايا في مصر وحتى في الوطن العربي. والسبب كان في الطريقة باش صفاوها لها، اللي كانت أقل ما يقال عليها وحشية وشيطانية، وخاصة أن المجرم كان راجلها وخدام في القضاء المصري. في 2016 شيماء جمال اللي كانت صحافية وإعلامية مشهورة في مصر مطلقة بنت أكثر من 10 سنين، وبحكم خدمتها كإعلامية كانت كتلاقى بشخصيات معروفة وحتى شخصيات عندها مناصب عالية في مصر، حتى جا النهار اللي تلاقات فيه بأيمن عبد الفتاح محمد اللي كان خدام كقاضي. وكان شيماء طلبات ويتوسط ليها في شي قضية كانت عندها. أيمن كان كيتعامل معها مزيان وما ردهاش ليها في وجهها، فقدر يتوسط ليها ويقضي ليها أغراضها. وهنا أيمن بدات كتعجبو شيماء، وراها بمدة قصيرة طلب يتزوج بها، ولكن كان عنده شرط أن هاد الزويجة تكون عرفي، ومن بعد عامين يعلنوا على زواجهم ويردوه رسمي، حيث أيمن في ديك الوقيته كان مزوج وما كانش باغي مراته الأولى تعرف. وكيف كتعرفوا أن الزواج العرفي مشهور بزاف في مصر، وهو زواج ما كيكونش في المحكمة ولا عند العدول، كيكون غير ورقة كيسنيوها المرأة والراجل وغير بيناتهم، ولا يقد حتى يكون غير شفاهي بلا شهود وبلا والو. المهم شيماء ما كانش عندها مشكل انها تزوج بأيمن عرفي، مادام هاد الزواج غيكون غير فترة ومن بعد غيعلنوا عليه. وعاد ان أيمن عنده منصب كبير في الدولة، زائد انه ماديا لاباس عليه، فشافت انه قادر يوفر لها كل شيء. وافقت شيماء على الزواج ووافقت على كاع الشروط ديال أيمن. ولكن من بعد فترة قصيرة من الزواج شيماء بدات كترد البال بلي أيمن ما عندوش الكلمة مع الناس، فبدات كتشك بلي ممكن ما يديرش بالوعد اللي عطاها وما يعترفش بها كمرته. أيمن ورا الزواج كان عازل راسو وما كيبغيش يتحاك أو يتلاقى مع عائلة شيماء، فكان ديما كيسد عليه في بيته مني كيجي وعائلتها عنده للدار. العلاقة بين أيمن وشيماء في بداية ديال الزواج كانت مزيانة، ولكن مباشرة من بعد ما داز عامين أيمن ما بغاش يعلن الزواج، يعني ما بغاش يمشي يكتب عليها عند العدول. فهنا بدا صداع بيناتهم، وشيماء قالت ليه باللي خاصك تعلن على زواجنا وتقول لمرتك الاولى باللي راك مزوج. زائد ان شيماء في هذه الفتره قدرات انها تشد على ايمن دوسيات ديال الفساد والرشاوي بحكم انه قاضي. وحتى ايمن بدا كيشوف باللي شيماء طلباتها الماديه ولات كثيره عليه وما بقاش قادر يوفر لها المستوى اللي هي باغياه، وانها كانت ديما كتهددو باللي الا ما بغاش يعلن على زواجهم فغادي تفضحه وتخرج تقول باللي هي مراته، وغادي تخرج الفساد القضائي ديالو بالدليل اللي شاده عليه. وبحكم انها اعلاميه فما غاديش يغلبها، تسالي ليه المسيره ديالو ويمكن حتى تسبب ليه في الحبس والمساءله القانونيه. فهنا ايمن بدا كيشوف باللي شيماء ولا تهديد ليه مع مراته الاولى وحتى في سمعته قدام الناس، فبدا كيفكر كيفاش يتفك منها. اول فكره جات لايمن هي شيماء تموت في كسيده باش قدام الناس تبان باللي صدفه وما يشك فيها حتى حد. ولكن دغيا بدل الفكره، حيت ما كانش باغي يدخل شي حد في هذه الجريمه باش ما يخليش وراه الاثر، كان باغي يدير كل شيء راسو. داز الخطه الثانيه اللي كانت انه يقتلها بالسلاح المرخص اللي عنده، ويقول باللي وهو كينقي بالسلاح ديالو خرجت قرطاسه منه بالغلط وجات في شيماء. ولكن من يفكر مزيان لقى باللي هاد الخطه غادي غير تفضحو ويقدروا ما يثيقوش به، خاصه انها اعلاميه مشهوره وحتى هو عنده منصب في الدوله، فشاف باللي من الاحسن يتفادى الشوهه. وزائد ان الى نفذ الخطه وشيماء ماتت كاع الناس غادي تعرف باللي شيماء مراته، وهو هادشي اللي ما كانش باغي يتعرف. فقرر انه يتراجع على هاد الخطه ويفكر في طريقه اخرى. جا واحد النهار في رمضان وهبط ايمن ورا الفطور يجلس في القهوه، وتما تلاقى بواحد صاحبه قديم اللي كان شحال ما شافه، وهو حسين محمد إبراهيم. عنده استثمارات وكيتاجر في كل شيء، وكيف خرج من بعد التحقيقات باللي التجارة ديالو كانت قانونية. وغير عامين قبل حسين كان كيدوز من أزمة مالية كبيرة وكان شبعان كريديات اللي ما بقاش قاد يخلصها. كل واحد فيهم كان عنده مشكل ما كيخليش ينعس واللي ما لقاش ليه الحل، فبقاو مجمعين وكيشكيو على بعضياتهم. وفي نفس الوقت أيمن رد البال باللي حسين كيموت على الفلوس ومستعد يدير أي حاجة على قبل الفلوس.
غير باش يرد الديون اللي عليه ويعاود يوقف على رجليه. فأيمن اقترح عليه أنه يعطيه 2 مليون جنيه مصري والدار بسميته مقابل أنه يعاونه يتفك من شيماء. وافق حسين في نفس اللحظة واقترح عليه أيمن الخطة الأولى اللي فكر فيها، أنه طوموبيل دوز بالصدفة وتضرب شيماء وتهرب. ولكن حسين ما اقتنعش بالفكرة وقال لي باللي صعيب ينفذوها وكاين احتمالية أن شيماء ما تموتش. فكانت الفكرة ديال حسين هي أنهم يجيبوا شيماء لدار من الديور اللي كاينة عند أيمن وأنهم يقتلوها ويدفنوها في نفس الدار. أيمن في الأول خاف ورفض حيت الدار بسميته وهو ما باغي حتى أثر يبقى وراه، ولكن حسين قدر يقنعه الفكرة وقال ليه باللي هو قاضي ومعارفه كتيرة ومستحيل البوليس يحققوا معاه بزاف بحكم أنه منهم. وافق أيمن وفي نفس الليلة تحركوا لوحدة من الديور اللي عند أيمن باش يشوفوا واش مزيانة، واش كاين سقيل، الجيران كيف دايرين قبل ما ينفذوا فيها الجريمة. ولكن مني مشاو لقاو بلي كاينين بزاف ديال كاميرات المراقبة في ديك المنطقة، عاد أن السكان ديال الإقامة كانوا كتار ومروجة الدنيا بالليل وبالنهار، فخافوا أن شي حد يشوفها ويشهد فيهم، خاصة أنها كيف قلنا صحافية معروفة. حتى لقى أيمن وحسين الخطة اللي غتهنيهم من شيماء وبلا شهود. في ديك الوقت أيمن وشيماء كانت بيناتهم مشاكل وما كيدويوش، فعيط ليها وقال لها باللي بغى يتصالح معاها وبلي غادي يكتب ليها فيرما بسميتها كدليل على أنه كيبغيها. وأكيد شيماء ما قداتها فرحة، وراها بيامات قليلة عيط أيمن لشيماء وقال لها باللي صافي لقى الفيرما اللي زوينة واللي غتعجبها، وباللي حتى أنه قطع ليهم ب2 طيارة لدبي باش يصفرها ويتصالح معاها. شيماء ما شكت في حتى حاجة وصحاب ليها باللي ندم عليها وباللي باغي يصلح الأمور بيناتهم. وقبل التسافيرة بنهار أيمن عيط عليها وقال لها باللي غيدوز عندها يديها تشوف الفيرما اللي غادي يشريها لها، وقال لها باش ما تقولها لتحد باش تيسر الأمور. داز عند أيمن الغد لي في الصباح للدار ديال والديها وركبات معاه في الطوموبيل. مشاو الفيرما اللي كانت في بلاصة بعيدة على المدينة باش يضمن باللي حتى إلا غوتات ما كاينش اللي غيسمعها. مباشرة من بعد ما وصلوا للفيرما لقاو حسين هو اللي حل لهم الباب. أيمن قال لشيماء باللي هاد السيد هو السمسار اللي شاف ليه هاد الفيرما. شيماء هبطات من الطوموبيل وبداو كيدوروا يشوفوا الفيرما، وشويه أيمن قال لها اجي نجلسوا شويه نرتاحوا من الشمس. جلسات شيماء في الكرسي ودار أيمن عند حسين وقال ليه صاوب لينا شاي يا حسين. وهذه كانت هي كلمة السر اللي اتفقوا عليها والليلة قالها، فكيعني باللي خاصو يبدا يطبق في الخطة. شيماء تصدمات بحسين شد لها يديها من اللور، وأيمن خرج الفردي وبدا كيضربها في وجهها وراسها أكثر من مرة. شيماء قاومات وغوتات، ولكن أيمن وحسين كانوا صحاح وعرفوا كيفاش يحكموها وبقاو كيضربوا فيها حتى ماتت. أول حاجة داروها حيدوا ليها أي حاجة تخلي البوليس يعرفها بها، وباش يتأكدوا باللي ماتت دوروا ليها زيف على وجهها وزيروه باش حتى إلا كانت ما ماتتش بالضرب تخلق وتموت، ودوروا عليها كامل السلوكة ديال الحديد باش ما تقدرش تحرك. وراها خرجوها من داك التراس توصلوها للحفرة اللي عمقها كانت 3 متر اللي حفروها قبل ما يجيبوا شيماء بيومين. حطوا شيماء في الحفرة وخووا عليها قرعة ديال المقاطع باش يمحيو ملامحها ويصعبوا على أي واحد يتعرف عليها. رموا عليها التراب ودفنوها ورجعوا للبلاصة اللي كانوا جالسين فيها، نقاوها مزيان وحيدوا أي حاجة غتكون دليل عليهم. هاد الفيلم كانوا كارينها مدة عام، والهدف كان أنهم يقتلوا فيها شيماء يدفنوها ورا عام يطلقوا الفيرما، وغيكون صعيب على شي حد أنه يوصل لها. التخطيط لهذا الشيء احتاج منهم شهر قبل ما ينفذوه. من سالاو الجريمة أيمن عطى لحسين 300,000 جنيه من المبلغ اللي اتفقوا عليه، وقال ليه باللي يمشي يسافر ويغبر حتى تهدى القضية، وباللي ما يعيطش ليه كاع ويتسناه أيام قليلة وغادي يصيفط ليه اللي بقى من المبلغ اللي كيتسالو. في نفس الوقت أخت شيماء كانت كتسناها في الدار، حيت شيماء قبل ما تمشي مع أيمن قالت لختها وما أنهم يوجدوا الغدا حيت غتجي هي وأيمن يتغداو. ولكن شيماء تعطلت بزاف، عاد أن اختها مني كتعيط كتلقى تليفونها طافي، وعاد قالت ليها جانا اللي هي بنت شيماء باللي عيطت لأيمن اللي كانت كتقول ليه بابا باش تسولو على ماماها، وقالت ليه باللي كتعيط ليها وتليفونها طافي. قال لها أيمن باللي حتى هو كيعيط لشيماء والتليفون طافي وما عرفهاش فين مشات، وللإشارة أنه من بعد تحقيق تبين باللي الوقيته اللي جاوب فيها أيمن جانا بنت شيماء في التليفون
كانت نفس الوقت اللي كانوا كيدفنوا فيها شيماء. رجع أيمن لدارو من بعد الجريمة، ولكن كان باين باللي حوايجو مسخين وباللي عامرين بالتراب كتير. قال لهم باللي بصح تلاقى بشيماء وداها شافت الفيرما، ولكن مني كانوا راجعين حطها في الطريق حيت قالت ليه باللي عندها ما تقضي وغادي ترجع لدارها لراسها. وراها بساعات عائلة شيماء تخلعوا وبداو كيقولوا لأيمن يعيط للبوليس ويدير شي حاجة. عائلتها بان لهم باللي أيمن كان كيبان هادي وبحال اللي عارفها فين كاينه ومخبي عليهم، فمشاو ديكلاراو عند البوليس باختفاء شيماء. في هذا الوقت حسين كان سافر لبلاصه سميتها الساحل الشمالي باش يغبر، وكان جالس في دار تما اللي كانت ديال أيمن، كان كيتسنى فيه يصيفط ليه اللي بقى من الفلوس. وعرف حسين باللي أيمن كيوجد راسو باش يهرب خارج مصر، عاد أنه كان كيحاول يعيط ليه في التليفون ولكن ما كيجاوبوش. أيمن سد عليه وما بقاش كيجاوبو في التليفون، وهنا حسين عرف باللي صاحبو غدرو وبلي ما غاديش يعطيه الفلوس. وفي نفس الوقت البوليس مشاو لدار شيماء وبداو كيحققوا مع عائلتها على آخر المعلومات اللي عارفين عليها قبل ما تغبر، وكلهم قالوا نفس الحاجة. وراها دازوا لأيمن حيت بشهادة العائلة هو آخر واحد شاف شيماء. البوليس وفي التحقيقات مع أيمن حسوا به متوتر وبدا كيدخلهم الشك باللي يمكن أيمن عنده يد في الاختفاء ديال شيماء، خاصة نعرفوا باللي كان بيناتهم مشاكل. حتى بانت أول مفاجأة، حسين سافر من الساحل الشمالي ورجع للقاهرة ومشى نيشان عند البوليس. قال لهم باللي هو كان شاهد على قتل الإعلامية شيماء جمال وبلي المتهم الرئيسي هو راجلها أيمن، وقال لهم باللي مني شاف أيمن كيقتلها خطفوا وداه سد عليه في دار في الساحل الشمالي. وهنا وضحت الصورة عند البوليس ولا عندهم شاهد كيتهم أيمن باللي قتل شيماء. وحتى لهنا البوليس والإعلام كانوا كيتعاملوا مع حسين على أساس أنه شاهد. أيمن من وصلته الخبار على أش دار حسين جمع حوايجه وبغى يهرب خارج مصر. البوليس علموا الجهات القضائية وشدوه في مدينة سويس وهو لابس لباس خليجي. تشد أيمن واعترف ديك الساعة بكل شيء، وصدم الإعلام والناس باللي حسين ما كانش غير شاهد ولكن حتى هو شارك معاه في الجريمة، وحتى أنهم خططوا ليها بجوج. البوليس مشاو للفيرما وخرجوا الجثة ديال شيماء وصيفطوها لطب التشريح. بداو كيحققوا في أقوالهم بجوج، ومن شافوا تسجيلات ديال كاميرات المراقبة لقاو البوليس باللي أيمن وحسين كانوا كيشريو آلات ديال الحفير من محل كاين حدا المزرعة، وحتى أنه شافوهم جاو للفيرما يومين قبل. حتى في تقرير الطب الشرعي قال باللي كاينين بصمات أيمن وحسين في حوايج شيماء، ولقاو بقايا من جلد حسين في الضفار ديال شيماء مني كانت كتقاوم وهما كيعذبوها. اعترف أيمن باللي دار هادشي حيت كانت كتهددو، وحتى أن البوليس وصلوا الدليل اللي كان شيماء شاده على أيمن باللي كان كيشد الرشوة. ومن بعد بزاف ديال الجلسات تحكم على حسين وأيمن بالإعدام اللي تنفذ نهار 19 شهر 8 2025 يعني هاد العام. وهنا كتكون صارت القصة ديالنا. نتمنى انها تكون عجباتكم، ما تنسوش تخليو لي رايكم في الكومنتات. السلام عليكم.